رسالة نوجهها إن هذه الزلازل التي تحدث تستمر دقائق، لو استمرت 5 دقائق أو 10 دقائق كانت أمرا مهولا وأمرا لا يتحمله الناس. ربما تستمر بعض الزلازل نصف دقيقة وبعضها دقيقة وبعضها قد يتجاوز أكثر من ذلك. فكيف لو زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها؟ هذا يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال فانظر كيف يهرب الناس من بيوتهم ويتركون مساكنهم بزلزلة تحدث في لحظات، أو كما قال رحمه الله إن هذا الأمر يقودنا ويحثنا على التفكر في الزلزلة الكبرى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكما قال سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذا الزلزال المنتظر وهو الزلزال الأكبر الذي تكون به قيام الساعة، فتفتت الجبال الرواسي الشوامخ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الآيات أعجزت الدول وعيت الشعوب واعترف كل عبد طوعا أو كرها بأنه مربوب خاضع ذليل لله رب العالمين. هذا يدل على عظيم قدرة الله جل في علاه.